السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الخلود الهلال في دوري روشن السعودي. انتهت المباراة بفوز الهلال 3-1. صراحة الهلال قدم مباراة يعني تقول جيدة جدا إلى مقبول صراحة. كان لعيبة لا بأس فيهم في نادي الهلال رغم الغيابات اللي كان يمر فيها نادي الهلال صراحة. قدم مباراة جيدة جدا، وإنزاجي صراحة لعبها بطريقة ممتازة ويقدر صراحة من الخصوم، عكس مدرب الخلود اللي فاتح اللعب تحسه يلعب مع فريق من الدرجة الأولى أو يلعب مع فريق ينافس على الهبوط. فاتح اللعب ما يدري إن الهلال فريق كبير. من الهلال صراحة يستغل أي هجمة. بالغريبة فريق مدرب الخلود ومدرب الخليج لعبوا بنفس الطريقة ولقموا من الهلال ثلاثة. ما الله ما تدري غريبة. دحين الخلود لما يلعب مع الاتحاد في كأس الملك كلهم مدافعين، كل اللعيبة حتى الإداريين والمدرب والاحتياط كلهم بيرجعوا يلعبوا مدافعين ضد الاتحاد. بس ما علينا. صراحة الهلال قدم مباراة ممتازة صراحة، خاصة من سيفج. صراحة سيفج صراحة لاعب كبير. سيفج هذا صراحة عاجبني والله، لاعب كبير. سجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 45، وبعدين يسجل هدف تايو هرنانديز. صراحة هدفين غريبة، صراحة هدفين غريبة. الهدف الأول طيب تسديدة صراحة متوسطة تحسها يعني مو قوية، والحارس رد غريبة ترجع عند تيو ويسجلها صراحة بطريقة جميلة جدا على الطاير، ويسجل الهدف الثاني للهلال. وأما الكرة الثانية من فاول الحيطة غريبة صراحة، حتى الصد حق الخلود واقفين وقفة غلط، وتيو يسجلها من جنبهم الهدف الثالث. والله ما تدري غريبة المباراة دي. كانت دحين الاتحاد تتذكر مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك، قالوا قروي ساب المباراة للاتحاد، قروي فلت. وهذا الهدفين صراحة ايش بتقولوا عليهم؟ الله صراحة هدفين غريبة سجلاتي. أما ألف مبروك للهلال وجمهور الهلال. صراحة قدم الهلال مباراة جيدة جدا، وبدأ يطارد النصر وقرب الفارق بينه وبين النصر. لكن أنا بنشاهد مباراة كبيرة بين الهلال والنصر. ومباراة الشباب والقادسية صراحة الشباب شكله بيودع الدوري، والقادسية فاز عليه 3-2. شكل الشباب بيودع إذا ما لحقوه. من جديد ألف مبروك للهلال وألف مبروك للقادسية أيضا.